اللي اتكلمت كتير عن ادوارهم وتنفيذ الجمل الهجوميه. هيلعب تاني حمودي مع كهربا، خدها حمودي بكعب رجله، خطيره ممكن لسه، انما جول 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 عمر جابر الهدف الاول. لسه بنتكلم على الادوار الهجوميه والرباع، انما اللي يخلص عمر جابر اللي بيسجل هدف التقدم في الدقيقه 32 للابيض كنتيجه منطقيه للسيطره رغم غياب الهجمات المؤثره في اوقات كتير. انما بص من الاول عمر جابر وحمودي اللي اشتغلوا في اللعبه كويس قوي، وكعب حمود الجميل، تألق محمد فوزي لاول مره في الانفراد، انما تخدم عمر جابر لما الكره تحب تطاوع بتطاوع. يا سلام على الكره بحلاوتها، وعمر جابر على مرتين بيجيب الجون الاول وهدفه الثاني الموسم اللي احنا فيه. هدف لعمر جابر امام الحدود، وهدف النهارده قدام المحله بتمريره روعه بالكعب من حمودي مصمم الهجمات من الجبهه اليمين. 1-0 هيفك الملعب شويه، يشيل الدفاع عند كهربا لجابر الخطير، ممكن الثاني مش ممكن، جول جول جول. مشاور المساعد وانا معاه بقول جول جول جول. 2-0 لنادي الزمالك، وفتحت تماما في اقل من 3 دقايق. جمله في منتهى الجمال، والحل كان عند المحرك الهجومي من المناطق الدفاعيه عمر جابر. في الجونين هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل الخطوره ومتابعه مكي. 2-0. بص شوف من الاول، ادي الخطأ الدفاعي اول مرة، والضغط اكتر من رائع من عمر جابر، والتمريرة اللي عملها كويسة قوي محمود كهربا الجون الثاني. انما هنشوف اهو كهربا عمر جابر، والكرة من اول مرة عدت الجول لاحمد حسن مكي. من اول ما انا قلت جول هو الجول لاحمد حسن مكي، واجتهد فيها محمد فوزي. يبقى هدف عن طريق عمر جابر اول مرة، ومدافع المحلة خالد عبد الرازق، وبعدين احمد حسن مكي مع الدقيقة 34 بيسجل النهارده. لسه جوه ال 18 في منتهى الخطورة لكهربا تاني ايمن حفني، لسه الزملكاويه موجودين، ممكن الثلاثيه في الجول. جول جول احمد حسن مكي، شراسه هجوميه، تحركات روعه الوقت اللي فات، ونجح بقى باكيتا بعد ما قلنا نص ساعه هل الرباعي بيقدم الشكل المطلوب. مكي بيسجل جونين، انما ايمن حفني وكهربا وحمودي هم اللي عملوا الشغل، وهم اللي عملوا المشاكل في المناطق الاماميه. 3-0 لنادي الزمالك، يستفيق على طول بعد الهزيمة امام طلائع الجيش ب3 تجوان، يقدر يتقدم على المحلة في 43 دقيقة لعب من احداث الشوط. الهجمة من اولها اللي بيلحقها كويس قوي من الجبهة اليمين حمودي، وكهربا يكمل فيها لايمن حفني، والرباعي هو اللي بيخلص، هو اللي بيصمم، وهو اللي بيسجل. تحركات روعة من مكي، والاربعة هم اللي عملوا نتاج الهدفين سواء الثاني او الثالث. انما حلوة من ايمن حفني بتمريرة روعة بالعرضية اللي عملها، وموجود مدافعين انما ما بيتخضش الراجل، والمهارة تكسب في الهجمة الاخيرة. تاني للمحلة من بره ال 18، المحاولة موجودة، الرباعي فاق مش ممكن، حمودي مكي وكهربا ومعاهم ايمن حفني، والانفراد للمرة الثانية ممكن، جول جول جول. المرة دي كهربا يلمس في القايم انما تيجي في الشبكة. 4 لنادي الزمالك، رباعية بيضاء في شباك المحلوية، ومحمود كهربا بيسجل في سيناريو متكرر للهجمة اللي قبلها، كأن بيعمل بروفة كده عشان يجيب الجون النهاردة الخامس ليه والرابع لفرقته في مواجهة اليوم. كهربا هداف الزمالك في الدوري الموسم الحالي بنتيجة كبيرة، يتقدموا على غزل المحلة ب4 تجوان، 3 في الشوط الاول وهدف كهربا. انما عايزين نشوف الحكايه من اولها، في نفس القايم في نفس المكان، مره تخرج ومره تدخل، مره تصيب ومره تخيب، انما حمودي تمريرته ما ترجعش يا حمودي اللي فاتت، عملها حلوه حلوه حمودي الكهربا. ويا سلام عليك يا محمود يا عبد المنعم، حلوه. بص شوف، شايف الجون وواقف ومصور محمد فوزي وعارف هيعمل ايه. 4-0 الزمالك قريب يعمل سكور كبير، اخطاء دفاعيه بالجمله والتخطيط. والنهارده المواجهه رقم 108 في تاريخ لقاءات الزمالك والمحله. هيلعبوا الفاول حمودي باسم واحمد ديودار. باسم ممكن، معروف، جول ولا ايه؟ جول جول جول. محمد كوفي قال لك النهارده ما يخلصش غير بجول خامس للزملكاويه.
محمد كوفي على 3 مرات الضربة الحرة ومغطيين على خط المرمى، ومشاور المساعد مع الحكم بهدف خامس لنادي الزمالك. خماسية بيضاء في شباك المحلة في المواجهة اللي تابعناها مع حضراتكم. باسم مرسي، وادي معروف، وادي كوفي، وهدف خامس عن طريق محمد كوفي، وهدفه الاول في موسم 2015-2016. جونين لاحمد حسن مكي، وهدف لكهربا، وهدف لمدافع المحله بمشاركه عمر جابر، والخامس لمحمد كوفي اللي كان بيتعاد قدام حضراتكم، وواحده في الهوا كده على الطريقه الافريقيه الجميله. انما 5 للزمالك باكيتا. تتلعب الكرة